الو الو، نحن على الهواء مباشرة اعزائي المشاهدين. اوكي طيب، بما ان الفيديو الاولاني بصراحة عجب ناس كتير، بما اننا الحمد لله بفضل الله ناس كتير استفادت من الموضوع ده، فطبعا احنا قلنا ان الموقع ده هنعمله على جزئين، لانه فيه ادوات كتيرة جدا بصراحة لذيذة جدا، وما كنتش اقدر المها في فيديو واحد. فالنهارده هيعتبر الجزء التاني من الفيديو الاولاني. لو انت ما شفتوش فانا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، خش شوفه عشان بصراحة كان فيه ادوات مهمة جدا ولا تقل أهمية عن الأدوات اللي احنا هنقولها في الفيديو بتاع النهاردة. ففي البداية، لو انت ما تعرفنيش فأنا عاصم درويش، وفيديو جديد من سلسلة الريمونتادا اللي بصراحة يعني ملهاش أي مواعيد خالص، بس يلا بينا. يعني هي السلسلة دي كده ماشية بالحب، فبإذن الله نخلصها كده بالحب وكلنا نستفاد بالحب. ويلا بينا يا عزيزي الفنان. طيب يا عزيزي الفنان، احنا آخر مرة خلصنا أول ثلاث حاجات دول اللي هم كانوا عبارة عن الكرياتور ستوديو والستوري بورد والماركتينج. ايه بقى الموضوع بتاع الفوتوشوتس ده بقى؟ ايه بقى الليلة دي؟ بص يا عزيزي الفنان، الفكرة كلها ببساطة، لو انت معاك صورة منتج وعايز اكتر من صورة للمنتج لكن بزوايا مختلفة، لانك مثلا محتاج تعمل كامبين كاملة عن منتج معين، وعايز تعمل كل بوست مثلا او كل ديزاين يكون بشكل مختلف للمنتج، هو المنتج واحد لكن زوايا تصويره مختلفة. فبدل ما تاخد المنتج بتاعك الجميل ده وتروح الاستوديو عشان يصور لك المنتج بزوايا مختلفة والى اخره، فالراجل بيقول لك والله ابعت لي صورة المنتج وانا هظبط لك الموضوع ده. ازاي؟ ما تيجي نشوف، يلا بينا نجرب. طيب دلوقتي يا عزيزي الفنان، دي صورة الساعة اللي احنا شغالين فيها من اول الجزء الاولاني. وبس كده، انا بنزل هنا كده ببدأ احدد له ايه الزوايا اللي انا عايزها للمنتج ده. فانا مثلا عايز واحدة كلوز اب، عايز واحدة فول شوت، عايز مثلا واحدة لو انجل، عايز مثلا ماكرو شوت اللي هو بقى فاهم انت بيجيب التفاصيل التفاصيل، عايز مثلا اي ليفل شوت اللي هو عين الطائر اللي هو تبقى الزاوية من فوق. ايه تاني يا دي عاصم؟ في حاجات كتيره جدا بقى، يعني هو اللذيذ قوي. بص بقى الفكره هنا بيقول لك برودكت ان اكشن. عايز مثلا حاجه هتستخدمها دايناميك موشن. طبعا في حاجات انا مش فاهمها قوي بصراحه، لكن هو الراجل بص يعني في كميه حاجات انا مش فاهمها صراحه. لكن خلينا كده نجرب ونشوف كده، يعني تعال نجرب هنخسر ايه. انت الماكسيمم بتاعك انك تختار ست صور بس، حلو. ونقول له جينيريت، ونستنى يا عزيزي الفنان لما يجنريت الصور بالزوايا المختلفة وحاجات كتير طبعا يعني. وغالبا الفوتوشوب ده خاص بتصوير المنتجات، يعني لو حد عنده منتج معين وعايز يصوره، فبدل ما تروح الاستوديو لا، انت صور المنتج صورة نظيفة كده واديها له. بص بقى يا معلم، هو دلوقتي يعتبر عمل لك كل الزوايا. برضو هكرر تاني، هو وارد ان هو يغلط، لكن طالما هو اتعمل يعني طالما ده حصل يبقى اكيد اللي جاي احسن يعني. لكن نتائج الى حد ما مرضيه يعني. دي كلوز اب، اي نعم هو ما عملش حاجه، لان انا الصوره اللي انا مديها له هي كلوز اب اصلا. مقرب قوي من المنتج. هنا مثلا فول شوت برضو ما فيهاش قوي يعني. لو انجل، المفروض اللو انجل يبقى من تحت لفوق مش من فوق لتحت. آم، دي حاجه اسمها الماكرو، الى حد ما لذيذه شويه. اي ليفل دي مظبوطه صح، اللي هي الاي ليفل دي اللي هي على مستوى العين بالظبط. يعني انا باصص للمنتج، انا والمنتج على نفس مستوى النظر، فدي ظابطها كويس. هنا بقى لما حب يضيف اضافات، ودي غالبا بقى في الحاجات اللي احنا مش فاهمها. انت عايز صورة المنتج دي تتحط فين؟ على خلفية بيضاء، على خلفية مش عارف ايه. فطبعا في تفاصيل كتير جدا. طب ما تيجوا نجرب تجربة تانية كده. تعالوا نجرب تجربة تانية. عايزين بس نجيب حاجات كده فاهم مختلفة شوية. يعني دايناميك 3 على 4 انجل دي لذيذة برضو. في هيرو شوت برضو عايزين نشوف. هاي انجل، طب ماشي احنا شفنا الهاي انجل، احنا شفنا اللو انجل. طيب ماشي، وخلينا كده نجرب حاجة مثلا من الحاجات اللي تحت دي. يعني طبعا انبوكسنج، انا على الطلبات انا ما فاهم اي حاجة، بس انا بجرب زي زيك بالظبط. وانا قاصد ان انا مش فاهم اي حاجه عشان بكرر تاني، انا بحط نفسي مكان المستخدم العادي. ان يعني غالبا اللي هيستخدم الويب سايت ده مش هيكون ديزاينر قد ما هيكون حد عادي لسه بيبدأ براند معين، وعايز ان هو يعمل نفسه تصميمات والى اخره يعني. فبناء عليه هيدخل هيجرب. تمام. بس هي دي الفكره كلها ما فيها. فانا لازم احط نفسي مكانك ونشوف الموضوع يعني هيرسى على ايه في الاخر. فتعالى كده نشوف هنوصل لايه. تعالى مثلا نختار السبلاش شوت ده. مش عارف بصراحه،
مثلا غالبا بصوا، عشان برضو دي حاجة بأكد عليها للمرة المليون، اكتر حد هيقدر يستفاد من الاي اي تول هو اكتر حد فاهم في المجال. يعني غالبا الحاجات دي كلها لحد فاهم جدا تصوير، فعارف كل زوايا التصوير واشكاله وانواعه، واخد بالك. فهو عشان هو فاهم فهو هيقدر يستغل الاداة دي افضل استخدام. عشان كده انا بصراحة مش هقدر ادي تقييم الاداء طول ما انا فعلا مش ملم بكل حاجة. انا اقدر ادي لك تقييم بس في الحتة بتاعت زوايا التصوير، لكن غير كده صراحة مش هقدر ادي لك تقييم. بس فتعال نجرب كده ونشوف. اوكي ماشي، في حاجات لذيذة، في حاجات لذيذة صراحة يعني دايناميك. هو بص غالبا انا الصورة اللي انا مديها له برضو هي بنفس الزاوية اللي انا طلبتها منه، فهو عادة تاني. تمام. في دي بقى الهيرو شوت، يعني فاهم انت اللي هو الفوكس كله على المنتج نفسه، فهي لحد ما لذيذة برضو. في الهاي انجل ظبطها المرة دي ان الزاوية من فوق. تمام. في بقى حوار الانبوكسنج ده لذيذ. لا لذيذ يعني، هو فاهم هو عملها لك وكأنها طالعة من جوه علبة، وعمل علبة تانية عليها صورة المنتج. لا لذيذ جدا. لا تحفه بجد. في بقى السبلاش اللي هو بقى الميه، لو هي دي هتفيدنا صراحه بس هي مش حلوه قوي يعني، بس هي هتفيدنا. وفي عندك هنا بقى ايه از ايه استنى كده عشان از بارت اوف افلات لي كومبوزيشن، والله لذيذه يعني، ابن الذين عملها حلو برضو، حلو لذيذه لحد ما. بس فاللي هيقدر يستغل الموقع ده، عشان كده بقول لكم يا جدعان ادرسوا الموضوع الاول، يعني فاهم افهم الموضوع من اوله لاخره، وبعد كده ابدا استخدم الاي اي تولز. يعني اقل شيء افهم الاساسيات عشان تقدر تستغل الاي اي صح، او تستغله يعني افضل استغلال يعني. وخصوصا ان يعني الادوات دي كلها ببلاش حضرتك يعني، فمش عارف صراحة انت مستني ايه تاني يعني. انت مستني ايه الاي اي يشتغل لوحده؟ ودي بصراحة ما اظنش ان هي هتحصل. خلصنا هذه الأداة التحفة الجميلة الظريفة اللطيفة. خلينا نخش على أداة تانية بصراحة أنا مش فاهمها قوي، فخلينا كده نكتشفها مع بعض. حاجة اسمها الإيديت برو. اوكي بص يا عزيزي الفنان، انا بعد ما قعدت شويه كده بدعبس في الاداه دي، لقيت بصراحه ان هي مفيده في حاجه. دلوقتي انت عندك صور كتير قوي ماشي، انت بعد مثلا ما صورت واحد، فمثلا عملت له حوالي 50 صوره مثلا او 10 صور ايا كان العدد، فتقدر تحط كل الصور مع بعضها هنا كده، او ممكن تضيفها من هنا او من هنا، وتبدا تطبق عليها الفلتر اللي هيكون على كل الصور. وتقدر كمان تضيف اللوجو بتاعك او التايبوجرافي بتاعك. تمام. مثلا هنفترض مثلا اللوجو بتاع الموقع نفسه، فهو اوريدي بيضيفه هنا اهو، كده يعتبر هو اتضاف. ماشي اهو اتضاف اهو. تمام. فابدا انا اعدل مكانه كده فوق وتحت ويمين وشمال. بس كده شكرا يا عزيزي اهو. بس كده حلو. اي صوره انا احطها مثلا هيبدا ان هو يظبط الوانها ويحط اللوجو على طول دايركت. فغالبا ده الاستخدام يعني، لكن ممكن يكون في استخدام تاني الله اعلم. لكن انا بالنسبه لي هي الفكره كلها ما فيها ان انت بتحط له كل الصور مع بعضها. حلو. وهو بقى لو هتطبق فلتر او هتحط لوجو فهو بيطبق كله مره واحده. لذيذه يعني، هي لذيذه بس مش هستخدمها قوي يعني. يلا بينا على الاداه اللي بعد منها. طبعا البلان دي احنا شرحناها الفيديو اللي فات، ممكن ترجع طبعا تتفرج على الفيديو اللي فات، لان دي اهم اداه فيهم، لان هي دي الاداه اللي هتعمل لك كامبين كامله لاي منتج انت عايزه. تمام. عايز تعمل له اعلان والى اخره يعني. فهي بتعمل لك التصميمات بالكابشن بالهوك كمان، اللي هو الجمله. تعال نجرب تاني عشان بس خاطرك يا عزيزي الفنان، عشان انا عارف ان انت انسان كسلي مش هترجع تتفرج على الفيديو الاولاني، لان انا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فزي ما قلت لك دي ساعه. حلو. الساعه دي انا عايز اعمل لها كامبين. بختار هنا الدوله، بختار هنا اللهجه او البلد عامه، وهنا نوع اللهجه. ماشي. بس وانا عايز اوصل ايه للناس، او ابدا اوصف المنتج بتاعه والى اخره. فانا عايز اقول ان الساعه دي ضد الكسر. اي هبد بقى ماشي، نهبط مع بعض ونقول له كرافت ايه بقى يعني، ظبط لي كده الكامبين، لان هو اوريدي اهو استراتيجيك كامبين بلانر، واخد بال حضرتك. فالموضوع اتس زي الفل، زي الفل يا عزيزي. هنستنى لما نشوف يا مسهل الحال. طبعا هو بياخد شويه وقت لان هو بيكاري تسعة غالبا تسعة. بص بقى، ده انت كمان تقدر تعمل لهم داونلود الكامبين كامله بي دي اف يعني. يعني بصراحه الموضوع جامد جدا. طبعا جنريت الايمج كلها كده اهو جنريت.
ماشي اهو، موضوع بسيط جدا يعني. بص بقى يا جمدان. بص، هو عمل مشاهد حقيقيه جدا عشان ضد الكسر، فاهم؟ في الجيم كل حاجه بتشيلها تقيله، بس ساعتك اتقل من اي وزن، فاهم انت؟ وبعد كده بقى الهوك ده جامد جدا، اقوى من حديد الجيم، جامد جدا على فكره. عندك مثلا الكوره خبطت في الساعه، فدي ديزاين مثلا. طبعا انت ممكن تاخد الديزاين ده بقى، ممكن تاخدهم كلهم وتدخلهم على الايديت وتحط اللوجو وتظبط الالوان. يعني الموضوع بص يعني، فاهم؟ واحد مثلا الساعه وقعت منه فبيجري وراها وهي وقعت على السلم. جامد صراحه يعني، انا بيعجبني جدا الافكار. والجميل بقى في الموضوع ان انت تقدر كمان تحمل الصور دي 4K، فاهم انت؟ فانت معاك الكواليتي برضو. فالراجل بصراحه عامل شغل عظمه جدا. طيب، الاداه بقى اللي بعد منها الا وهي حاجه اسمها كامبين يا عزيزي المشاهد. انا بصراحه مش فاهم حاجه، بس تعالى بقى نجربها مع بعض. يعني انا طبعا زي ما بقول لك انا زي زيك بالظبط. مثلا انا ابلود الصوره بتاعت المنتج بتاعنا، ادي الصوره. انت عايز الديزاين عامله ازاي؟ هنا بقى سوشيال ميديا كامبين ستوديو. طيب ماشي، انا مش عارف اقول له ايه، بس انا ممكن اقول له مثلا طب بص، انت اتزنقت زي حالاتي كده، انا اتزنقت دلوقتي ومش فاهم اعمل ايه، فاروح واخد يا باشا احلى سكرين شوت، واروح رايح على صاحبي واخويا وحبيبي، الا وهو ممكن جيميناي، وممكن اروح لتشات جي بي تي. تشات جي بي تي صراحه يعني الى وقتنا هذا انا بحس ان هو جامد جدا في الموضوع بتاع البرومت. بيكتب برومت قوي جدا جدا يعني. طيب آه، اكتب ايه؟ بص انا قلت له اكتب ايه، وهنشوف يا باشا المعلم هيقول لنا ايه. انت دلوقتي في خانة مش عارف مين، بما ان المنتج ساعة سمارت فاكتب له الكلام ده. حاضر. طبعا ده غلط، انا بتكلم بس، انا بجرب معاك. لكن خلينا بس نشوف كده الموضوع هيرسى على ايه. طب انا خدت الكود ده كوبي ودخلت هنا، قلت له جنريت يا باشا ايه 6 حاجات، فخلينا كده نتفرج ونشوف. طبعا الراجل هيعمل لي المنتج بص بحاجات مختلفة بقى، وحاجات بقى شغل عالي. والجميل ان انت تقدر تفتح اكتر من بروجكت. على فكرة الموقع ده جامد يا جدعان، بجد والله. البطارية تفصل يا الله. ما علينا، انا لسه واخد بالي إن البطاريه ممكن تفصل، فهغير البطاريه وارجع لكم تاني. مش تقول لي يا عزيزي الفنان ان البطاريه خلاص بتفصل؟ مش تقول لي؟ طيب. طبعا رحت وجيت، فلقيت ان بصراحه الراجل عامل شغل عالي جدا يعني. برضو في اخطاء. انا طبعا انا مش عارف البرومت اللي انا اديته له ايه، هو عايز حاجه بقى هايلايتنج وبتاع واضاءات. بس بصراحه الراجل فنان، الراجل فنان. اهو عامل شغل برضو لحد ما حلو يعني. تمام. طبعا كل ما هتديله برومت محترم شويه، كل ما هو هيقدر. ده الجمال ده. بص بقى الجمال ان انا اقدر كمان اعدل في، مثلا انا عاجبني جدا الصوره دي مثلا دي، فاقدر اديله تعديل، وهو دايركت يروح معدل على نفس الصوره بنفس تفاصيلها. طيب ده بالنسبه لي الاوتو سنسورز. في بقى الكاستوم بقى، انت هنا بتديله فكره كل ديزاين. هم طبعا هو بيطلع لك 6، فانت تقدر تديله 6 افكار مختلفين، كل في كل ديزاين يكون بفكره مختلفه. فبصراحه الى حد ما برضه لذيذ. خد بالك الراجل ده محترم جدا، ليه بقى؟ لان هو عامل لك كل الادوات دي بتخدم على فكره واحده بس. انت دلوقتي عندك منتج، والمنتج ده انت عايز تعمل له اعلانات على السوشيال ميديا. يعني ناس كتيره جدا، لا ده لازم بقى ابص لك يا عزيزي الفنان عشان نتكلم مع بعض في النقطه دي. بص يا عزيزي الفنان، ناس كتير جدا الموضوع ده هيفيدها في حته. مثلا هو عايز يشتغل في حاجه اسمها التجاره الالكترونيه. حلو. ان هو يشتري منتجات ويبدا يسوق لها على السوشيال ميديا. فبالموقع ده فانت هتقدر تعمل كل حاجة تقدر من خلالها ان انت تسوق للمنتج اللي انت عايز تبيعه على السوشيال ميديا. حلو. لان هو لسه في حاجات تانية هنقولها قدام. كل ده بيخدم نفس الفكرة بتاعتك، اللي هو انك تقدر تعرض المنتج بتاعك في احسن شكل وفي احسن صورة. تمام. وتقدر من خلال ده تجيب مبيعات بقى. حلو. بس فالموضوع ده يعني الموقع ده جاي عشان يسهل عليك حياتك، يسهل عليك حياتك كلها في الموضوع ده بالذات، في حوار التجارة الإلكترونية. فبصراحة يعني أنا شايف إن هو هيخدم بس الناس اللي شغالة في الموضوع ده. فيلا نرجع ونكمل. أنا حاسس أنا طولت عليك يا عزيزي الفنان، فكوسان طيب بقى يعني إيه، خلينا نكمل عشان نقفل الموقع ده مع بعض. عندنا بقى حاجة اسمها الفيديو. طبعا الراجل عمال كل مدى بيطور. هنا بقى فيديو استوديو. ماشي. هنا اقدر ان انا طبعا الموضوع ده هو رابطه بقى، يعني هو رابطه اوريدي ب جروك وميتا. ماشي. بس طبعا انا هسيبك تجرب. في بقى الاوبشن اللي بعد كده اللي هو البرومت ده بقى تحفه. ده يعني انا اقدر اديله الساعه. حلو.
واقول له جنريت برومبت، اقدر اديله الصوره اللي انا عايزها. عارف الموضوع ده هيفيدك في ايه؟ هو بيجنريت صح؟ لا تحفه 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 تحفه. لا بص يا عزيز، الموضوع ده هيفيدك في حاله واحده بس، اللي هي انا دلوقتي جبت ريفرنس، انا معايا ساعه وعايز اعمل الساعه دي اعلان شبه ده او ديزاين شبه ده. حلو. طيب فانا اوريدي محتاج برومبت. طبعا انا اقدر اروح لشات جي بي تي وادي له الصوره واقول له اديني برومبت ليها بكل سهوله. لكن فكره ان هو يضيفها لك جوه الموقع نفسه، فدي حاجه قويه جدا. بس خلاص انا اقدر اقول له جنريت ايه برومبت، فيقدر يجنريت برومبت للصوره دي او للريفرنس ده. اقدر ان انا بقى ايه ارجع تاني للكامبين واضيف بقى يعني. ممكن تعملها بشكل مانوال، بس بص هو على فكره الميزه بقى ان هو متخصص في المنتجات، فهو هيديلك برومت مظبوط. ندخل بقى في الاداه اللي بعد منها، الا وهي الاداه بقى اللي بصراحه هي كانت خيال علمي بالنسبه لي، وهي فكره ان هو كمان عنده هنا في الويب سايت اداه الفويس اوفر ومجانيه. لا تقول لي بقى ليفل لابس ولا تقول لي اشتراكات ولا الكلام ده كله. انا دلوقتي تعال نقول له مثلا ازيك يا عزيزي الفنان، عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. طبعا دي اصوات الناس. طب تعال نختار الميل. ده انت كمان تقدر يعني بعد يا لهوي على الجمدان. طب والله العظيم الموقع ده جامد قوي يا جدعان. يعني بعد ما بتديله الكلام تقدر كمان ان انت تديله الستايل اللي انت عايزه. انا عايزه يتكلم بشكل جدي، شكل فريندلي، شكل مش عارف مين. لا جامد صراحه. وتقدر تختار طبعا ايجيبشن، فانت حددت كمان الطبقه بتاعته. هنا في سعودي وفي ايجيبشن، فاحنا ماشي تمام. ويلا بينا نجنريت، نجرب بقى مع بعض ونشوف. وبسم الله الرحمن الرحيم. خلص بسرعه جدا، حاجه حلوه جدا. تعال نسمع. ازيك يا عزيزي الفنان، عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. تحفه 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 بجد. يعني انت معاك منتج ومعاك صور للمنتج، ممكن تجمعها في فيديو وتعمل لها فويس اوفر محترم. بص بقى انت ما عندكش حجه، ما عندكش اي حجه. انا طولت قوي عليك يا عزيزي البرو او عزيزي الفنان ايا كان. يعني اتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبك، يعني بتستفاد منها حاجه. لو بتستفاد اكتب لي كومنت، يعني حسسني ان انا فعلا عملت حاجه. ولو انت شايف اي سلبيات في الفيديو برضو نبهني، قول لي والله يا عاصم انت بترغي كتير، انت بتفسر كتير، انت بتعيد الكلام كتير. يعني الفيدباك بتاعك مهم جدا بالنسبه لي وفي المرحله اللي انا فيها دي، وهيفرق جدا 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 جدا. بس فاتمنى ان الفيديو يكون عجبك. فما تنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب ماشي، وتفعل زر الجرس عشان اخر فيديو في السلسله دي باذن الله لما ينزل هيكسر الدنيا يا عزيزي. هيكسر الدنيا يا عزيزي، لان الفيديو ده مهم جدا وهيعلمك ازاي تكتب برومبت مظبوط عشان تقدر تطلع الصور اللي انت عايزها وزي ما بتفكر فيها بالظبط. لان دلوقتي خلاص يعني كان زمان في ولا نخليها فيديو جاي عشان ما نحرقش. خليها فيديو جاي. بس فاستناك بقى او اشوفك على خير الفيديو جاي يا عزيزي الفنان. وسلام.